أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم في سلسلة كلمات قبطية. السلسلة عبارة عن إننا بناخد كل حرف من حروف اللغة القبطية ونحفظ عليها 8 كلمات باللغة القبطية، وفي نهاية السلسلة هيبقى عندنا محصلة كلمات لغوية كتير تساعدنا إننا نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية. وقبل ما أبدأ أحب أفكركم إن أفضل طريقة للتعلم إنك تكتب الكلمات الواردة في الدرس. ممكن تكتبها في تعليق تحت الفيديو، ومش شرط في تعليق، لكن ممكن تكتبها في كراسة خاصة ليك تخصصها للغة القبطية. ولو عندك تعليق أو ملاحظة يا ريت تكتبه تحت الفيديو علشان أتعلم منه. حرف السيمة في اللغة القبطية من الحروف الساكنة وله صوتين، سين أو زين. بننطقه سين زي كلمة سوما. سوما سوما يعني جسد، أو كلمة سوني. سوني سوني يعني أخت، زي لما بننده على واحدة بنقول لها تصوني. تصوني يعني أختي، يبقى كلمة سوني يعني أخت. أو كلمة صافي. صافي صافي يعني حكيم. أو كلمة سو. سو سو يعني يشرب، يبقى بننطقه سين زي كلمة سوما يعني جسد، أو كلمة سوني يعني أخت، أو كلمة صافي يعني حكيم، أو كلمة سو يعني يشرب. أما بننطقه زين لو جه بعده حرف المي، يعني لو حرف الميم جه بعد السين ده بتتقلب السين لزين، زي كلمة بيرازموس. بيرازموس. بيرازموس يعني تجربة، يبقى بننطق حرف السيمة زين لو جه بعده حرف المي. بيرازموس يعني تجربة. أو كلمة بلازما. بلازما، نلاحظ ان حرف المي جه بعد السيمة علشان كده اتنطقت زين. بلازما. بلازما يعني خلقة أو جبلة. أو كلمة كوزموس. كوزموس، نلاحظ ان السيمة الأولى اتنطقت زين علشان بعدها حرف المي، أما السيمة التانية اتنطقت سين. كوزموس. كوزموس يعني عالم. كوزموس عالم. أو كلمة أسبازموس. أسبازموس. أسبازموس يعني تحية أو قبلة. يبقى حرف السيمة في اللغة القبطية له صوتين، سين أو زين. بننطقه زين في حالة واحدة بس، لو جه بعده حرف المي، زي كلمة بيرازموس يعني تجربة، أو بلازما يعني خلقة أو جبلة، أو كلمة كوزموس يعني عالم، أو كلمة أسبازموس يعني تحية أو قبلة. دي الحالة الوحيدة اللي بننطق فيها حرف السيمة زين. أما فيما عدا ذلك فبننطقه سين، زي كلمة سوما جسد، سوني أخت، صافي حكيم، سو يشرب. بشجعكم انكم تتابعوا السلسلة دي لانها هتفيدكم جدا في حفظ مفردات قبطية كتير. لو استفدت من الدرس وعجبك الفيديو شاركه مع اصدقائك وانت شاهده اكتر من مرة لترسيخ المعلومة في ذهنك. وبناخد تدريب مهم على كل فيديو اننا نكتب الكلمات ومعانيها في تعليق تحت الفيديو، ده هيساعدك كتير في التعلم. وزي ما نوهت مش شرط تكتبه في تعليق، لكن ممكن تكتبه في كراستك الخاصة علشان الكلمات تثبت في دماغك. وبكده يكون انتهى الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد والى اللقاء.